المحاور. إخوان، أنا أتكلم اليوم كأردني يحلم في مستقبل أبنائه وأبناء أبنائه، ويحلم في هذا التراث الهاشمي على مدار 100 سنة. يشهد الله يا أخوان إني أحيانا أكون ماشي إني أخجل لما ألد على تراب الأردن. تراب الأردن يا أخوان ترى مجبول في دم الشهداء والأولياء والصالحين. تراب الأردن كريم، لذلك الحفاظ عليه واجب. ومن لا يحب الأردن ويحب الملك عبد الله سليل الدوحة الهاشمية لا يحب الله. يا أخوان، اللي حصل، أنا أحيانا أحب أتكلم في هذه اللهجة، أنا بتكلم 5 لغات الحمد لله، لكن ما حدث في الآونة الأخيرة في الأردن يشهد الله أني حسيت أن أولادي في خطر وأن بنتي في خطر. لأني لما قرأت المشهد شكرت الله، ثم شكرت الملك عبد الله، ثم شكرت دائرة المخابرات. احنا عندنا 5 حواس، لكن الحمد لله طلع عندهم 100 حاسة يستشعروا عن بعد. والله يا اخوان، اللي قاموا فيه هذه الخلية هذه ما اجت من فراغ. 3 سنوات وهي تعمل وتجتهد وتتواصل مع تركيا ومع لبنان ومع إيران. والله إني لقيت إنه إحنا أمام حزب الله في الأردن، إني حسيت إنه أمام الحوثيين. لذلك يا أخوان، من أعطى عدوه فرصة فقد انتحر، ونحن لا نصل إلى هذه النقطة. نحن نشد على إيد الحكومة، وفلسطين لن تكن شماعة. ومن يقول إحنا أخوان مسلمين، إحنا كنا مسلمين، إحنا كنا مسلمين على قولة الصفدي، والله نصلي 5 صلوات، والله لا نسرق ولا نكذب يا أخوان. لكن وصلت لدرجة، وأرجو إخواني وخواتي إنهم يسامحوني، والله الجبهة الإسلامية في الأردن لو لقت مسمى ثاني غير الإسلام يخدم مصلحتها لركبته. لذلك أنا أقول الحزب الإسلامي منحل، والجبهة الإسلامية يجب أنها تندمج وتحافظ على الأردن. ولذلك يا أخوان خلينا نكمل يا أخي، سامحني. خلي يكمل بس يا بدر، احنا قلنا يكتبوا كلمات مكتوبة. الله يسعدك. لا مش ما أخرش هيك، قلنا مكتوبة. لك مكتوبة. طيب تفضل. لذلك نحن نشد على أيدي جلالة الملك والعشائر الأردنية، لها دور كبير. عاش الأردن وعاش الملك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعادة النائب خالد أبو حسان، خليك.